فعالية أسرة الأخلاق، نتمنى أن تنال إعجابكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أنا رب أسرة الأخلاق. أسرتي كبيرة لا يمكن عدها، يبحثون الآن في قلوب كل واحد منا ليعرفون من أين. ها قد حضر ابنتي الكبرى، ستعرفنا باسمها، فلتتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا البنت الكبرى في أسرة الأخلاق، وأنا اسمي الأدب. أتأدب مع والدي وأخواني وأصدقائي، وحتى في الشارع وفي المدرسة أجلس بأدب، أتكلم بأدب، وأعامل أصدقائي بأدب، لذلك حصلت على أصدقاء جيد. شكرا. ها قد حضرت ابنتي الثانية، ستعرفنا باسمها، فلتتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الابنة الثانية لأسرة الأخلاق، واسمي الاحترام، ومعناه عدم احتقار المشاعر في حياتي. أحترم الآخرين وعدم الإساءة إليهم، أحترم الكبير للكبرى، وأحترم الصغير لصغرى وضعف سنه. شكرا. عفوا. ها قد حضرت ابنتي الثالثة، ستعرفنا باسمها، فلتتفضل. أنا الابنة الثالثة لأسرة الأخلاق، واسمي الصدق، ومعناها أن أقول الحقيقة دائما. أنا صدق في أفعالي وتصرفاتي، أقول الصدق حتى لو ضاع مني فرص. شكرا. ها قد حضرت ابنتي الصغرى، ستعرفنا باسمها، فلتتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الابنة الصغرى لأسرة الأخلاق، واسمي الحب، ومعناه المودة. انضمت لأسرة الأخلاق لحبي ولربي ولوالدي ولجميع الناس، وأتمنى أن أسرة الأخلاق تنمو وتكبر في قلب كل واحد منا. شكرا. العفو. شكرا لكم يا أسرة الأخلاق. هل من الممكن تقدموا لنا كلمة أخيرة؟ نعم، سنبقى أسرة واحدة مع الأدب والاحترام والصدق والحب لنبني تلك الأمة.